هي في الحقيقة قبل كل شيء يعني هنيئا للمنتخب المغربي اللي أدى مقابلة أيضا كما يقولوا ما سرقش الفوز تاعو، كان فوز مستحق. احنا درنا بعض الأخطاء ولكن واقع الأمر يعني الحق الأداء لعبوا بطريقة محكمة، وإحنا حاولنا باش نلعبوا ضد هذا المنتخب القوي يعني على حسب الإمكانيات تاعنا، ولكن الإنسان يكون إنسان واقعي ويعني يستعرض بقوة الخصم يعني الظهر يعني حيلة بخبرة بتجربة كأس العالم يعني دمي فينال يعني سيمي فينال كأس العالم، مش أي فريق يقدر يلحق المستوى هذا، ولكن حاولنا. ولكن هذه كرة القدم وفي المستقبل إن شاء الله. وأخيرا اعترف الجزائري عادل عمروش مدرب منتخب تنزانيا بقوة المنتخب الوطني المغربي وبالفوز الأخير عليه بثلاثية دون رد لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة لبطولة كأس إفريقيا 2023، بعد أن قال في تصريحات غريبة قبل المباراة حيث اتهم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالكولسة واختيار حكام والتحكم في مواقيت المباريات، ولكن بعد المواجهة غير رأيه. وقال عمروش في التصريحات الصحفية: في الحقيقة وقبل كل شيء هنيئا للمنتخب المغربي الذي استحق الفوز، لقد ارتكبنا بعض الأخطاء وكذلك تلقى لاعبنا بطاقة حمراء أثرت فينا كثيرا، لا ينبغي أن نبحث عن أعذار، لكن الواقع يقول إن المنتخب المغربي قوي جدا وقد استحق الانتصار. نعم بالطبع المنتخب المغربي قوي جدا، هنيئا لمنتخبنا المغربي الذي حقق فوزا كبيرا بنتيجة 3-0 أمام منتخب تنزانيا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023. بصراحة لم يواجه المغرب أي صعوبة في تخطي منافسه الأول، وسجل أهداف الفوز سايس في الدقيقة 30 وأناحي في الدقيقة 77 ثم نصيري في الدقيقة 88. ظل المنتخب التنزاني صامدا ومنظما ساعيا لعرقلة تحركات اللاعبين المغاربة، ولكن تمكنوا أسود المغرب من تهديد مرمى خصمهم وتحكموا في الكرة بشكل كبير وفرضوا إيقاعهم تدريجيا مستغلين الثغرات والفجوات المتروكة مع مر الدقائق ليصلوا أخيرا إلى شباك تنزانيا في الدقيقة 30 بعد ضربة حرة نفذها زياش وتصدى لها الحارس قبل أن يستعيد رومان سايس الكرة داخل المرمى ليمنح التقدم لفريقه المنتخب المغربي. ومن ثم تعددت الفرص وتوالت الهجمات المغربية واضطرت تنزانيا للتراجع أمام ضغط الأسود. تعقدت مهمة تنزانيا في الدقيقة 70 بعد أن أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه اللاعب ميروشي. بدأ المدرب الركراكي يشعر بالطمأنينة وانتابه اليقين بأن فريقه في طريقه لفوز سهل على منافس ذا مستوى ضعيف، واستغل الأسود هشاشة خصمهم وتمكنوا من تعميق الفارق في الدقيقة 77 عن طريق أناحي وفي الدقيقة 80 عن طريق النصيري. حظ موفق لمنتخبنا المغربي في المباريات المقبلة أمام الكونغو الديمقراطية الأحد وزامبيا الأربعاء. الفوز إن شاء الله. خلي لنا رأيك في التعليقات وما تنساش تدس واحد لايك ودير متابعة ونشر المقطع وتخلوا. السلام عليكم.